السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكل المبدعات اللي بيشرفوني يتفرجوا على الفيديو. أنا تغريد سيد ودي صفحة قناة كروشيه توتا المبدعات. أتمنى تعرفيني بنفسك وتقولي لي بتشاهديني من أي بلد. إن شاء الله هنشتغل مع بعض وردة البف أو الوردة المنتفخة. سهلة جدا وبسيطة، تقدري تستخدميها في مشروعات كتير جدا. سواء تزيني ملابس أو تعملي منها توك أو كليبسات للشعر، أو تعملي منها سلسلة أو شنطة. تقدري توظفيها في حاجات كتير جدا. هشرح لكم طريقتها بالتفصيل واتمنى ان هي تعجبكم، وان شاء الله لو هتنفذيها قولي لي هتنفذيها لاي مشروع. شوفوا الفيديو وقولي لي اي نوع متوفر عندك ينفع مع الوردة دي، مع ابرة اكبر من المقاس المعتاد اللي بتشتغلي بيه عشان يبقى الوردة منفوشة كده، ما تبقاش مكتومة. هبدأ اول حاجة اشتغل عقدة بداية واشتغل 1 2 3 4 سلاسل. هقفل بمنزلقة في اول غرزة بالشكل ده وارتفع سلسلة، وهيتكون عندي دايرة بالشكل ده. هبدأ اشتغل جواها 12 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو وارتفع سلسلتين 1 2، واخد لفة على الابرة وادخل في نفس المكان في اول غرزة، اخد لفة من الخيط واطلع بالشكل ده كده. 1 اكرر تاني 2 3 في نفس الغرزة، 4 في نفس الغرزة. ممكن تخليهم 5 أو 6 لفات على حسب الكثافة اللي انتي محتاجاها للوردة بتاعتك، بس انا بالنسبة لي كثافة الوردة كده كويسة، فانا كده عملت 4 لفات في الغرزة الاولى. هعمل 4 لفات كمان في الغرزة رقم 3، الغرزة التانية اسفة. هدخل في غرزة الحشو التانية، اخد لفة واطلع كده. 1 في نفس الغرزة 2 3 4 بالشكل ده كده. هاخد لفة من الخيط واطلع من كل الحلقات اللي موجودة عندي على الإبرة واقفل عليهم بسلسلة بالشكل ده كده. حاولي تظبطي الوردة بتاعتك، الغرز بتاعتك. اشتغلي سلسلتين 1 2، واقفل بمنزلقة في الغرزة اللي انا اشتغلت فيها اخر بف بالشكل ده. هاخد منزلقة كمان في الغرزة اللي بعدها وارتفع سلسلتين 1 2، وارجع اكرر. حاولي كده كل غرزة بف تشديها كده زي ما انا بعمل عشان الجزء ده يبرز للامام. هاخد لفة وادخل في نفس المكان اللي طلعت منه بالسلاسل. 1 2 3 4. هروح على الغرزة التانية. 1 2 3 4. هسحب الخيط واطلع من كل اللفات اللي موجودة على الإبرة مرة واحدة واقفل عليهم بسلسلة. 1 2، وهشتغل منزلقة في آخر غرزة بالشكل ده، منزلقة في الغرزة الجديدة وارتفع 1 2. وزي ما قلتلك حاولي تشدي كده عشان تضغطي من ورا بصبوعك عشان تبرزي الجزء ده للأمام بالشكل ده. هاخد لفة وادخل في نفس المكان. 1 2 3 4. هاخد لفة من الخيط واروح للغرزة الجديدة. 1 2 3 4. هاخد لفة من الخيط واطلع من كل الحلقات مرة واحدة واعمل سلسلة، بعدين 1 2 2 سلسلة، وهنزل في آخر غرزة اعمل منزلقة، الغرزة الجديدة كمان منزلقة، وارتفع سلسلتين 1 2، وارجع اكرر. هرجع اكرر لحد اخر السطر. المفروض هيكون معايا في الاخر 6 بتولات من البف. وصلت لاخر غرزة بالشكل ده كده، عملت منزلقة. هعمل سلسلة تأمين واقص الخيط بتاعي
وهسحب الخيط ده كده من الداخل عشان يبقى في الخلف بالشكل ده كده. طبعا دي عقدة البداية هقصها. اتأكدي ان الوردة بتاعتك زي ما قلتلك الباتولات شديها بالشكل ده كده. هبدأ اعمل البف اللي هي باللون الابيض او الاوف وايت. سهلة خالص برضو، بسيطة جدا جدا. هعمل عقدة بداية واشتغل 1 2 3 3 سلاسل. هاخد لفة من الخيط وهروح عند اول سلسلة اشتغل لفة 2 3 4 5 6. ممكن تزودي عن 6 لو انت حباها كثافتها اعلى. هاخد لفة واطلع من كل الحلقات اللي على الابرة واقفل عليهم بسلسلة وارتفع 1 2 واروح تاني لاول غرزة واقفل ومنزلقة. هعمل سلسلة تأمين واشد فتلة خيط طويلة شوية، لان الفتلة دي انا هستخدمها فيما بعد ان انا اثبت بيها الوردة على الجسم الشغل بتاعي. عملت بالشكل ده كده. برضو هتأكد شديهم كده وبرزيهم للأمام بالشكل ده كده. هاجي هنا على الوردة وهسحب الفتلات دي كده للخلف بالإبرة اهو، واحاول اربطهم كده مع بعض مع الخيط ده عشان يعني ما يتفكوش من بعض. يفضل طبعا بإبرة التنظيف هيكون افضل كده. الخيوط الزيادة بقصها، مش بقصها للاخر عشان بس اضمن ان هي مش هتتفك. بس كده ده شكل الوردة. طبعا الخيط اللي انا سايباه زيادة ده ببدأ اثبت بيه الوردة بتاعتي على القطع اللي انا حابة ازين بيها. طبعا لو انتي عاملاها قطعة لوحدها ممكن تحطيها على توكة خلاص، ما تسيبيش قطعة طويلة، لا قصي الخيط ونضفي شغلك. الخيط ده هتثبتيه، يعني هتثبتي الوردة دي بيه كده والباقي بيتقص بإبرة التنظيف. بتثبتي على السلاسل اللي هما السلسلتين اللي في الاول والسلسلتين اللي في الاخر، بتثبتيه على جسم الوردة بإبرة التنظيف وخلاص. لكن لو انتي هتثبتيها على مشروع زي كوفية مثلا او بلوفر او ايس كاب، الخيط ده الطويل بتبدأي تثبتي البفاية دي مع الوردة مع القطعة اللي انتي هتشتغلي بيها. بس كده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله لو حابين تنفذوها تنفذوها بكل سهولة وبساطة. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.